احنا عندنا في مصر يا جماعة، شوفوا كام فدان في مصر بيتزرع. في عندنا مخلفات زراعة في مصر لا يقل، يعني احنا قلنا قبل كده، اتكلمنا عن مخلفات زراعة الموز، قلنا لا يقل عن 12 مليون طن من المخلفات الزراعية بالنسبة لمخلفات زراعة الموز. وقلنا اللي شجر الموز بيتزرع منه شجر القارو، بيتعمل منه الخشب، وبيتعمل منه صناعة الأسمدة، وبيتعمل منه الورق والكرتون. النهاردة هنتكلم عن الكمبوست. الكمبوست ده يا جماعة هو كل ما هو مخلفات زراعة في مصر. لو حضراتكم حسبتوا كده مخلفات الزراعية اللي بتترمي في مصر، شوفوا بقى كام مليون طن بيترمي في الزبالة. حضرتك النهاردة لما بتيجي مثلا تعمل موسم الرز والقش بتاع الرز، بشوف يعني المزارعين بيولعوا فيه وبيتسببوا في أضرار كبيرة جدا للبيئة ودخان ووجع قلب. طب ليه نعمل كده واحنا قادرين ان احنا نعمل كومبوست بالمخلفات الزراعية دي وتكسبوا منها ملايين الجنيهات؟ انا بتضايق جدا يا جماعه لما بلاقي اي شاب من الارياف يجي يقول لي انا مش لاقي شغل، او بيتكلم او بيسافر بره بلده او الكلام دوت. ليه؟ ما انت قدامك مجال مفتوح جدا، زي مثلا مجال الكومبوست دوت. لو حضرتك زي ما انت هتشوفوا في الفيديوهات كده الناس بتستخدم سعف النخيل، مش بس كده، وكمان بيستخدموا ورق الشجر والقش كل ما هو مخلفات زراعية بيطحنوها زي ما انتم شايفين كده. حتى المخلفات اللي هي الروث أعزكم الله، الروث الحيواني برضو بيستخدموه. بيخلطوا المخلفات الزراعية مع الروث الحيواني، وبيبتدوا ان هم يعملوا منه سماد عالي الجودة. السماد ده بيبقى حاجة طبيعية جدا، وفي نفس الوقت ده مشروع يبقى ناجح جدا لحضرتك لو حضرتك اشتغلت فيه ودورته صح. بالنسبة لحضرتك طبعا، حضرتك في البلد او مثلا يعني شاب، لو مجموعة شباب يقدروا يعملوا المشروع دوت بأبسط الامكانيات. انت مش محتاج الا مكنة فرن ومكان يكون كبير زي ما انتم شايفين كده معانا، وتشتغل عليه وتطلع السماد، وهتكسبوا احلى فلوس وانت حضرتك قاعد في بلدك. الموضوع كله يا جماعة محتاج ان احنا نتعاون مع بعض ونشغل دماغنا. لو تعاوننا مع بعض وشغلنا دماغنا، صدقوني هنوصل وهنبقى في حتة تانية خالص. لكن بكل أسف الشباب المصري، او مثلا يعني انت كل طموحاتك اللي انت تخرج بره بلدك مثلا، او اللي انت مفيش شغل، او اللي انت تعلق شماعة الفشل على اي حد. يا جماعة بلاش يعني ايه لا، انت مثلا حد مثلا يجي يقيسك يقول لك لا ما تعملش الحتة ديت، لا ما تمشيش. اوعى تمشي مع حد فاشل. الفاشل بيبقى عايز يفشل كل الناس اللي حواليه. في مصر يا جماعة في مخلفات زراعية بملايين الأطنان. لو احنا قدرنا اللي احنا نستخدمها صح، صدقوني هنبقى في حتة تانية خالص. تحياتي للجميع.